نتكلم ونرد على شخص بيدعي انه ناقد رياضي. لا والله. عامل بوست، البوست ده فيه سخرية. قال ايه؟ هو كده دمه خفيف. ايه يا فوزية؟ بتعيطي ليه يا فوزية؟ صح؟ دمك مش خفيف على فكرة، دمك مش خفيف خالص. احنا شفنا ان مجرد انك تذكر الاسم اللي بنتكلم عليه هو شرف لا يستحق ان حضرتك تناله. بيقول لك ايه؟ قال اصله طلع في القناة سنة 2020 وما خدش فلوس، وهيروح يرفع قضية في الفيفا ويوقف القيد. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وانا بقول لك لو انت محترف كنت عرفت ان ظهورك على قناة الزمالك انت اللي تدفع عليه فلوس، مش العكس. تصدق والله، لان الظهور على قناة نادي الزمالك حاجة كبيرة قوي، بس ما بينولش شرفها اي حد. الحشيش تمام حاجه هايله قوي، وحاجة مش هتتكرر، لان انت مالكش صفة اصلا تظهر بيها، ولا ليك صفة انك تظهر بيها لانك بتدعي انك ناقد رياضي، وده مش حقيقي. انت هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. وانك عضو في نقابة الصحفيين ولا عضو في رابطة النقاد الرياضيين. يخرب بيتك جسمي شال منها اللي عليها جامد يا سعاد. فحضرتك بالتأكيد التايتل ده مش هتقدر انك تظهر بيه. انت بتدعي انك صحفي وحضرتك مش صحفي، ولكن هنقول ايه؟ ان لم تستحي فافعل ما شئت.